سونيك، مش انا قلت لك لو حد اكتشف القوة الخارقة بتاعتك مش هيسيبك؟ طب هنعمل ايه دلوقتي يا فاطمة؟ الحيوانات المفترسة في كل مكان. خلي الشنطة دي معاك، دي اللي فيها الحلقات اللي تقدر تفتح بيها بوابات الزمن، اللي هتقدر تهرب بيها من اي مكان لو حد اكتشف قوتك الخارقة او حسيت بخطر عليك. هناك اهو، تعالوا يلا معايا علشان نمسكه. ما عادش وقت يا سونيك، يلا بسرعة. الوداع يا سونيك. أنا فين؟ واضح كده إن الراجل ده مجنون وشرير، أنا لازم أمشي من هنا بسرعة. انت مين؟ وشكلك عامل كده ليه؟ انت مش كائن بشري، لا انت شكلك كائن فضائي. اكيد ربنا بعتك ليا من السماء علشان انفذ بيك اختراعاتي. اكيد انت عندك قوة هائلة، اكيد عندك قوة خارقة. المكان ده شكله هادي ومحدش هيشوفني هنا. أنا هستخبى جوه هنا. ايوه، هي دي العربية، هي دي نمر العربية. دي العربية اللي الكائن الفضائي ركب مع الناس فيها. اكيد هي دي العمارة بتاعتهم، اكيد طلع معاهم فوق. بس يا ترى بقى يعني شقة في العمارة دول؟ هنعرف كل حاجة، لسه المغامرة بينا طويلة. يلا بينا. يا ترى انهي شقة في الشقة دي بقى اللي الكائن الغريب السريع اللي عنده القوة الخارقة استخبى فيها؟ أنا هعرف هي أنهي شقة، الجهاز بتاعي هو اللي هيدلني. مش الشقة دي، هي الشقة دي. أكيد الكائن الغريب اللي عنده القوة الخارقة المذهلة ده استخبى هنا. ده مين اللي جاي دلوقتي دي بس؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. انت مين وعاوز ايه؟ انا فني من شركة الغاز يا فندم. وجاي لنا ليه؟ احنا ما علناش فواتير ولا اي حاجه اصلا. لا اهدي بس يا فندم، فواتير ايه؟ احنا وصل لنا شكوى ان الغاز فصل عندكم، فانا جاي اشوف الغاز واتاكد منه واوصله لكم. وده مين اللي قدم الشكوى دي؟ احنا ما عندناش الغاز فاصل اصلا. انت هتعرف اكتر مننا يعني ولا ايه؟ سيبينا نشوف شغلنا يا مدام. ماشي يا اخويا، خش شوف شغل بس خلص بسرعه عشان الحق اقبض، لان ابو ماجد لو اما القش الغدا هيبقى يوم اسود النهارده. حاضر، اتفضلي حضرتك قدامي. ها يا اخويا، لقيت العطل اللي بتقول عليه ده طلع فيه عطل كبير جدا، كان ممكن يولع فيكم وفي البيت. يا نهار اسود. طب والحل ايه دلوقتي؟ ما تقلقيش، انا اصلح العطل ده واظبط لك كل حاجه، بس اهم حاجه دلوقتي تيجي تقفي مكاني هنا وتركزي مع اللمبه دي، وانا هطلع بره اظبط حاجه في مواسير الغاز اللي بره وارجع تاني. اول ما اللمبه تنور تقولي لي، بس اهم حاجه اوعي تتحركي من هنا. حاضر يا اخويا حاضر. يا ترى انت مستخبي فين بقى؟ انا همسكك واستخدم قوتك الخارقه المذهله اللي عندك دي علشان انفذ مشروعي. انت خلاص وقعت بين ايدي وهتبقى بتاعي النهارده. لسه بدري ولا ايه؟ ايوه، اوعي تتحركي من مكان، انا قربت اخلص خلاص اهو. هو راح فين بس؟ هيكون مستخبي فين؟ اكيد هو مستخبي جوه في الروح.
مش موجود هنا. برضه مش موجود هنا، هيكون راح فين يعني؟ كل ده خلصت يا راجل انت؟ ايه هانت خلاص اهو، اوعي بس تتحركي من عندك عشان اول ما اللمبه تنور تقولي لي. واقف اهو يا اخويا اما اشوف اخرتها ايه. ما عادش الا اوضه واحده، اكيد هو مستخبي هنا، خير ما امسكك. خلصت ولا ايه؟ انت يا راجل انت. ايه ده؟ الراجل ده ما بيردش ليه؟ انا اصلا شاكه في الراجل ده. برضه مش موجود هنا، هيكون راح فين يعني؟ انا هتجنن، انا شايفه بعيني دول وهو طالع البيت ده بيستخبى فيه. ماشي. الحمد لله البروفيسور الشرير ما شافنيش. انت يا راجل انت. يا نهار اسود، مين اللي عمل في الشقه كده؟ الراجل ابن الكلب ده شكله مش بتاع غاز وشكله حرامي وسرق الشقه بتاعتنا. مسكتك يا ابن الكلب يا حرام. تعالى. سيبني قدامي لسه حرامي. انا مش حرامي، سيبني. لسه هنضف الشقه دي كلها. سيبني. خرجني من هنا. الحمد لله ان البروفيسور الشرير ده اتقبض عليه وما عادش هيعرف يوصل لي تاني. صباح الخير يا قطي. الصوت اللي بره ده. يا نهار اسود تاني. اللي انت عملته في الشقه ده يا لهوي كريم. ده انت النهار اللي خلفوك اسود النهارده. مش انا والله يا ماما اللي عملت كده. ده انا مش هخلي فيك حته سليمه، وبعد ما اكلك علقه هخليك تنظف الشقه دي كلها وتلحسها بلسانك كده. تعالى لي.
نضفت الساعة كلها يا ماما. في حاجة تانية اعملها؟ عقابا ليك يا عبقرة الكلب، مفيش طلوع من الأوضة دي لمدة أسبوع. يا ماما استني بس اسمعيني. أنا إيه اللي أنا عملته في نفسي ده بس؟ ومين اللي أنا شفته في السقة ده؟ وده كان حقيقة أصلا ولا أنا بحلم؟ لا بحلم بس ده أنا شفته بعينيا وهو اللي كسر السقة وأنا نضفت السقة. اللي أنا شفته ده بجد؟ بس مسكتك وادي الباب أهو عشان ما تعرفش تقلب الملاطي. أنا لازم أعرف أي حكاية. ايه ده يا عبقرين، وانا هحكي لك كل حاجة. هي دي بقى كل حكايتي يا عبقرين، فهمت حاجة؟ يعني أنت اسمك سونيك ومن كوكب تاني غير كوكب الأرض؟ بالظبط كده يا عبقرين. طب والشنطة اللي أنت سايلها معاك على طول دي فيها إيه؟ دي فيها الحلقات اللي بتفتح لي بوابات الزمن. وبوابات الزمن دي بتعمل إيه؟ بوابات الزمن دي بتنقلني من كوكب لكوكب تاني لو حسيت ان في اي خطر عليا. يعني أنت هربت من الكوكب بتاعك باستخدام الحلقات دي؟ مظبوط يا عبقرين. طب في حاجة أنا مش فاهمها يا سونيك. حاجة ايه يا عبقرين؟ البروفيسور السليل ده بيجري وراك ليه؟ وعاوز يمسكك ليه؟ انا مش عارف يا عبقرين. طب انت عملت له حاجة او اذيته في حاجة؟ لا يا عبقرين، انا معرفوش اصلا. انا النهاردة اول يوم ليا على كوكب الارض. امال هيكون بيعمل كل ده عشان يمسكك ليه؟ انا شاكك في حاجة يا عبقرين، حاجة ايه دي؟ انه اكتشف القوة الخارقة اللي عندي وعاوز يمسكني علشان يستخدمني في حاجة شر. انت عندك قوة خارقة؟ ايوه يا عبقرين. وايه هي قوتك الخارقة دي بقى؟ السرعة يا عبقرين. انا عندي طاقة كهربائية اقوى من الكهرباء اللي على كوكب الارض كله. الله. طب انا عاوز اسوق. مش هينفع هنا يا عبقرين، واحنا ممكن نولع في البيت كله. تعال ننزل في اي مكان فاضي وانا هوريك. اسمع يلا بينا، بس استنى اشوف حد بره في البيت ولا لا عشان ما حدش يشوفك واحنا طالعين. خيرا وقعت في ايدي.